ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ آه اخر فيديو اخر فيديو من المكان اللي قعدت اكتر من سنتين، تقريبا 3 سنين كمان بصور فيه. آه بيتي القديم. ده السيت اب اللي انا كنت بصور لكم فيه كل الحلقات اللي فاتت. صورنا فيه تقريبا اكتر من 150 فيديو، اكتر من 150 حلقة ما بين شورتس وفيديوهات طويلة وريلز. انا بعمل الفيديو ده يعني لسببين. اول سبب، عايز تبقى ميموري ليا، حاجه كده تفضل محفوره في الذاكره عندي طول العمر، لان انا عارف ان انت لما بتسيب مكان ما بترجعلوش تاني. والمكان ده الصراحه يعني قعدت فيه 5 سنين، مش هقول لكم اكتر من كده. المكان ده فيه كل ذكرياتي، فيه كل حياتي، كل شبر في البيت دوت ليا فيه ذكريات حلوه وذكريات مش لذيذه، فيه كل حاجه. فبالنسبه لي الموضوع صعب. انا بصور دلوقتي اصلا، وعايز اقول لكم ان انا يعني مستني ناس، في ناس جايه هتاخد بقيه الحاجه اللي في البيت. يعني الكهربائي المفروض جاي يفك النجف بقى وبتاع الحاجات اللي فاضله، يعني الحاجات البسيطه. عملت كده ليه؟ عملت كده لاسباب كتير جدا، والله مش حابب ان انا يعني اشيلكم همي يعني، او احكي لكم يعني تفاصيل عن حياتي، ولكن حبيت ان انا اوثق اللحظه دي وافضل فاكرها كده على طول، عشان اي وقت حبيت ان انا افتكر البيت القديم بتاعي اشغل الفيديو ده. اعتقد حاجه لذيذه ان انت توثق ذكريات ليك في اماكن عن طريق الكاميرا وعن طريق التصوير، تفضل فاكرها طول عمرك. بعد كده تقدر ترجع لها، تبقى ذكريات حلوه، تبقى حاجه جميله يعني. اتمنى ربنا يوفقني في البيت الجديد والحياه الجديده. طبعا انت لما بتنقل كل حاجه في حياتك بتتغير، جيرانك بيتغيروا، حياتك بتتغير، كل حاجه بتتغير. حتى انك تاخد على المكان الجديد ده بتاخد وقت على بال ما تحس ان انت قادر تستوعب الصدمه اللي انت عايش فيها. انا البيت ده هيوحشني جدا جدا جدا. بصوا، عموما انا مش بعمل الفيديو ده عشان اضايقكم او اضايق نفسي، لا بالعكس والله. انا بعمل الفيديو ده عشان اتبسط، وعشان زي ما قلت لكم تفضل ذكرى سعيده. وحبيت ان انا اصور اخر فيديو في البيت، واودع البيت واودع المكان اللي انا كنت عايش فيه 5 سنين من حياتي. بس مش دي النهايه يعني، ان شاء الله باذن الله مش دي النهايه. في حاجات كتير قوي جايه قدام ان شاء الله، حاجات احلى بكتير. استنوا مفاجآت حلوه قوي قوي ان شاء الله الفتره اللي جايه. ادعوا لي بس كل حاجه تمشي زي ما انا مخطط لها، وكل حاجه تمشي حلوه، وربنا يكرمنا يا رب في اللي جاي، ويكرم كل واحد مجتهد، ويكرم كل واحد في حياته. وبس كده والله، مفيش كلام تاني اقوله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجديده باذن الله، من المكان الجديد بقى ان شاء الله باذن الله. سلام.